ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم اكله مع انوش. وصفه النهارده متاكده كلكم بتحبوها، متاكده ان انتوا هتجربوها بالطريقه دي وان شاء الله هتنجح معاكم من اول مره. هنعمل مع بعض معجنات كعب غزال بطريقه سهله جدا وبسيطه، ان شاء الله هتعجبكم. اول حاجه، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والمتابعه. اول حاجه هنختبر الخميره. معايا معلقه كبيره من الخميره او باكت خميره، عليهم معلقتين كبار من السكر، عليهم ربع كوبايه ميه دافيه. هنقلبهم حلو جدا لحد ما السكر يدوب. مهم اوي ان احنا نختبر الخميرة بتاعتنا قبل ما نشتغل بيها. هنسيبها على جنب كده تخمر. جبت بولة، هننزل بالدقيق بتاعي. انا هنا استخدمت كيلو دقيق، انت ممكن تستخدمي نص او كيلو او اكتر عادي. هتضاعفي الكميات او تقللي. هبتدي ان انا انخلهم. تعودي دايما ان انت تنخلي الدقيق بتاعك اذا كان في كيكات، اذا كان في معجنات، اي حاجة. الحركة دي مهمة جدا. هنا نخلت الكمية بتاعتي، نزلت عليهم برشة ملح ومعلقة كبيرة بيكنج باودر ومعلقة كبيرة لبن بودرة، معلقتين كبار سمسم، ممكن تحطوا حبة بركة لو حابين. هنقلب المكونات الجافة دي حلوة جدا مع بعض كده. نزلت عليهم هنا بكوباية سمنة، تلت كوباية زيت. ممكن نعمل الوصفة كلها بسمنة عادي، ما ينفعش بزيت بس. هنبتدي ان احنا نبس العجين بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. نبتدي ان احنا نفركه حلو قوي كده. انا عايزة الدقيق بتاعي يتغلف كله بالسمنة والزيت وبالزيت. الحركة دي مهمة جدا. نبتدي ان احنا نفركه بين ايدينا كده. اول ما تحس ان الدقيق اتخلط جيد جدا حلو قوي مع بعض كده، خلاص وقفي. هنا كانت تمام معايا. الدقيق اتغلف كله بالسمنة. هنا هنزل بكوباية لبن رايب، وهنا الخميرة بتاعتي، وهبتدي ان انا اعجن في العجين كده. لو احتاجت سوائل معاكي هتديها تاني. انا هنا احتاجت نص كوباية مية دافية، على حسب نوع الدقيق اللي هتستخدميه. برضو في دقيق ممكن ما يحتاجش. هنبتدي ان احنا نعجن فيها حلوة قوي كده لحد ما تلم معانا. هي كده تمام، مش محتاجة اي حاجة تاني. هنا كده عجنت فيها بتاع ربع ساعة، مش اقل من كده، لحد ما لمت معايا وبقت طرية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي ان انا اغطيها وهدخلها مكان دافي لمدة ساعة. انا هنا سخنت الفرن وطفيته على طول، مش ما سبتوش يسخن قوي عشان ما نموتش الخميرة اللي فيها. لمدة ساعة وطلعتها لحد ما الشكل بقى زي ما انتوا شايفين كده، الكمية اتضاعفت. هنبتدي ان احنا نديها خبطة بس كده، نطلع الهواء اللي فيها. هبتدي ان انا اعملها كور كده وسط، مش عايزاها كبيرة ولا صغيرة قوي. وابتدي ان انا افردها كده بالنشابة. انا عايزة سمكها رفيع، ما تكونش تخينة، عشان لسه هلفها رول ما تبقاش كبيرة قوي معاكي القطعة. ده السمك اللي انا عايزاه. هبتدي ان انا اساوي الاطراف كده. هبتدي اجيب عجوة وابتدي ان انا افردها على العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن نستخدم ملبن او عجوة زي ما انتوا حابين. ما نسيبش حتة في العجينة إلا لما نحط عليها عجوة عشان يطلع الشكل معانا مظبوط. وهنبتدي ان احنا نلفها رول كده زي ما انتوا شايفين. هي لفها سهل جدا، ما فيهاش اي صعوبة. هبتدي ان انا اقطعها. انا هنا قطعت عشوائي كده بالنظر، انتي ممكن تستخدمي مسطرة لو انتي حابة ان انتي كل قطعة تطلع قد التانية. ده شكلها.
جبت صاج دهنته دهنة بسيطة كده زيت، هبتدي ان انا ارصها كده في الصاج. هبتدي ان انا اعمل الكمية كلها بنفس الشكل. انا هنا عاملة الحجم وسط، ممكن تكبريها. ده شكل تاني برضو. انا هنا صغرتها شوية. هنا خلصت الكمية بتاعتي، هجيب ربع كوباية من اللبن كده وادهن الوش بتاعي. الحركة دي مهمة برضو، بتخلي الوش كده طالع مع ذهبي ولونه جميل. مفيش لبن يبقى صفار بيضة على رشة فانيليا، وندهن الوش برضو مفيش اي مشكلة. هبتدي ان انا ارش عليها كده سمسم، ممكن ترشي سمسم وحبة بركة، او ممكن تسيبيها كده عادي. هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة وهدخلها الفرن سخن مسبقا على درجة حرارة 200. يا دوبك تاخد لون من وش نرفعها على الشواية. بس كده. دي كانت وصفة النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. اشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامة.